تمام يا شباب. وبالنسبة بقى للستورد بقى، تعال نشوف الستورد، الستورد او الريزيستنس زي ما قلنا. ايه الفرق ما بينهم؟ يعني هو لا بيلود هتفرق ولا اي حاجة هتفرق، هو كل نفس البيلود بالظبط. فتعال نشوف احنا دلوقتي في اللو، في السكيورتي لو بتاعنا. تعال نشوف دلوقتي اي حاجة. تعال نحط في الاسم هنا اي حاجة مش تفرق يعني. بعد كده في المسج، المفروض المسج هي الفولنربل بالستورد اكسس اس. فتعال نجرب السكريبت بتاعنا المشهور يعني، مفيش غيره يعني. ده هتجرب اي حاجه هتلاقيها له، لازم تجرب السكريبت ده، لازم تجربه. هو ده اللي هيبين لك اذا كان في اصلا يعني هي مصابه او لا. تمام. وحط alert 1 عشان نشوف. بعد كده ايه ساين، محصلش اي حاجه. تيست. تعال نجرب بيلود. هتغلط تقريبا، بس لازم نشتغل. هو كان في مشكله بس يا شباب في في الريكوست، بس عشان كنت فاتح واتساب كان في مشكله في واتساب. شوفوا بعد ما عملنا الريكوست تاني، يعني هو البيلود الاساسي اللي هو اتنفذ اللي هو بتاعنا بتاع الستوري. تمام، اللي احنا كتبنا له السكريبت العادي ده. تمام. فالفكره مش في البيلود، الفكره في طريقه ان انا اعرف. طب ما انا ممكن اعرف يعني اني واحد فيهم المصاب. تمام. طب ما هو ما كملش هنا، الفكره بس ان انا اعرف يعني ايه فيهم المصاب. بالنسبه للشباب يعني حوالي 90% من البرامج اللي احنا بنتعامل معاها هي بتبقى مصابه بالسكريبت. بس فرق بقى ان في برامج يعني بتستخدم مكتبات حديثه جدا بتعالج كل الريكوست حرفيا، يعني بتعالج كل البيلود اللي في الريكوست في المسج. بتشوفه طيب اذا كان في يعني في بيلود. مثلا في مكتبات فلتر مثلا بتشوف كلمه سكريبت دي بتشيلها. هي اوتوماتيك كده بتشوف كام سكريبت دي بتشيلها. بتشوف التاجز دي، يعني التاج تتفتح وتتقفل خلاص بتشوفها بتقفل. تمام. وشفنا يعني فلتر تاني بيعمل ايه، بيعمل في الالرت، بيشيل بيشيل الالرت، يعني الالرت ده بيشيله. في سكريبتات تانية يعني احنا بنضطر ان احنا في بعض الاحيان نشوف كلمة سكريبت دي بيشيلها هي والتاج، يعني بيشيل كل ده على بعضه. فاحنا بنعمل ايه، نيجي هنا نكتب سكريبت جوه السكريبت كده، فبالتالي هيشيل سكريبت ويشيل اس ويسيب لنا سكريبت في النص. تمام. ونبدأ نحط نفتح اليمنتين تاج، فاهم؟ كل ده احنا بنجرب كل ده بايدينا، قدام هتشوف حاجات زي كده. فالفكره بقى من الفيديو ده ان انا عاوز اوريك ازاي نعمل الاوتوميتد في الستورد اكس اس اس. هنجرب حاجه تانية غير التول اللي هي بتاع الاكس اس اي ار، هنجرب واسب زاب فيها. تمام. احنا دلوقتي محتاجين ريكوست، احنا عملنا لانش بروكس. دلوقتي احنا عاوزين نجرب ريكوست. احنا ده، احنا بس عاوزين نشوف حاجه، عاوزين نشوف ازاي الاوتوميتد بيحصل في الواسب زاب. فتعال نشوف كده، نكتب تيست، نكتب اي حاجه هنا نيم مثلا. صحيح. هو ظهر لنا هنا في الخانه دي. تمام. هو النيم، ادي النيم والساين جود باك. احنا هنا في في التيست، وهنا احنا المفروض ان احنا المصابه هنا اللي هي النيم يعني. فالمفروض ان احنا عندنا هنا فازر في الوايز بتاع، زي ما قلنا ان النيم هنا هنحاول نعمل فازنج ليها ببيلود اكس اس. فهنشوف عاوزين تمام. هنحط البيلز، وعاوز البيلز الاول بس البيلودز. عندنا بيلودز للاكس اس. فعندنا هنا فايل فازرز في دار سيرش هنا. هتلاقي نقلب شويه هتلاقي اكس اس اس من ضمن بيلودز كتيره في الاكس اس اس، هي هتلاقي واحده منهم. هتشوف هنا، هتبص كل ما تفتح واحده يعني كل ما هتلاقي، بص هتلاقي السكريبت، شفت السكريبتات دي. احنا بس مش محتاجين الام اس انتي اكس اس بس. تمام. ونعمل ادنج، وبعد كده اوكي، وبعد كده ستارت فازر. شايف كل ده بدأ يعمل ستارت فازر. اي بيلود من البيلودز معمول على ريفلكتد دي مش كلها بتشتغل، مش كلها بتشوف لها ناتج واضح. ممكن تلاقي واحده عملت غيرت في الستايلنج مثلا، واحده عملت حاجه تانية. تمام. فاحنا نشوف ريفلكت. تمام. جوه مكان النيم مثلا، دي ريفلكتد الستايلنج مثلا، عملت ستايل، غيرت في الستايل بتاع ايا كان الموجود النص اللي احنا كتبناه. فاحنا عاوزين نشوف مكانه فين. جافا سكريبت اليرت. تمام. انجلش سورس.
تمام. شوفوا هنا بقى دي البيلودز. مثلا ناخد كله على بعضه كوبي، كله على بعضه كوبي نحطه هنا مثلا. اول ما نفتحه المفروض ده هيبقى المصابة يعني. تمام، تعال نشوف في السيرش كده. ده مش هبدأ، دي كانت الفكرة، بس ان اي اليرت من دول يعني كل ده مش شرط يكون اليرت، ممكن يكون السي اس اس، ممكن يكون عن اتش تي ام ال موجود. فدي طريقة من طرق الاوتوميتد في الريفلكتد، ومش شرط يجيب لك كله يعني، ممكن اصلا هو اكتشف انها هنا ريفلكتد. تمام. فاحنا هنا على حسب البيلود يعني.